خلينا نسمع هذا المقطع. هذا مثال لكثير من الشخصيات اللي هي على الإعلام كتير بتحكي بشكل جميل وكتير نظيفة وكتير يعني شكلها مرتب، لكن للأسف بالوضع الطبيعي وتحت الطاولة كتير بتكون قذرة. خلينا نسمع هذا المقطع ونعلق عليه. يعني أنا مو بس بكره الخمار، يعني أنا بشمئز بس شوف حدا وحدة لسه رافعة الخمار على راسها، لأنه هذيك الحاطة كمامة أنا برأيي تحط الكمامة فوق عيونها، يعني بتصير الإضاءة أنور عليها، يقطع عمرهم على عمر خماراتهم على عمر هالزي. طبعا هن بدهم يفوتوا بده يشيلوا لي هذا الخمار، حطوا كمامة مثل الخلق أو لا يحضروا أبدا، بيتسكر المركز بالناقص. يعني يقطع عمرهم على هذا الخمار، يقطع عمرهم ويقطع عمر هذا الزي. هكذا تقول هذه هذه المرأة اللي بتعتبر حالها ان هي بتشتغل بمنظمات انسانيه، واللي هي على اساس عم ترتقي بالمجتمع. يا جماعه كيف بدنا نعيش مع هذا النموذج؟ كيف راح نستطيع نعيش مع هذه الكائنات الحقيقه؟ لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الطهر والشرف لا يعطي طهرا ولا شرفا. اقول للاخوات المنتقبات هذا تحدي كبير، إن كنا على ثغر، اثبتي وشدي الوثاق فإنها تمطر فتنا. أسأل الله أن يكرمك وأن يجزيك عن المسلمين كل خير. وقبل ما أقفل الموضوع، ترى هذه البلد بلدنا، نحن هون ثابتين بإذن الله تعالى.